السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح لكم بالتفصيل ازاي تسجلوا رغباتكم في تنسيق الثانوية العامة، من اول ما تدخل على موقع التنسيق لحد ما تسجل 75 رغبة ونراجعهم ونعمل حفظ نهائي. فلو انت لسه هتسجل رغباتك ومش عارف تبدأ منين، خليك معانا للآخر وهنعمل العملية كلها خطوة بخطوة على الشاشة. نبدأ على بركة الله. لينك الموقع هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، دي الصفحة الرسمية لموقع التنسيق الإلكتروني. نيجي هنا نضغط على خدمة التنسيق للثانوية العامة، بعدين اضغط لتسجيل رغباتك، ندوس هنا. بتظهر عندنا الصفحة دي، بنختار منها مدارس الثانوية العامة. هنا بندخل رقم الجلوس بتاعنا، وهنا الرقم السري ده بيكون موجود على شهادة الثانوية العامة، بيبقى مكتوب بالظبط // وجنبيه الرقم بتاعنا، والرقم ده مهم جدا جدا جدا. وبعدين هنا بندخل الكابتشا اللي موجودة هنا، لو مش عارفين نقرأها ممكن نغيرها من هنا لحد ما تبقى سهل علينا قراءتها. بنسجل بياناتنا كلها، وبعدين بندوس الخطوة التالية. بعد كده بينقلنا لخطوة تاني، لو البيانات صح بيراجع معانا بياناتنا، الاسم والمجموع والمواد اللي عندنا، درجة العربي ودرجة الإنجليزي، وبعدين بندوس التالي. بعد ما بندوس التالي بيدخلنا على الصفحة دي صفحة التنسيق وتعديل الرغبات. دي الصفحة دي مهمة عندنا جدا جدا جدا. عندنا هنا 75 رغبة، فال75 رغبة لازم نملاهم كلهم. وخلي في بالك مش عشان مثلا كتبت أول حاجة أول رغبة خلاص كده ده اللي هيجيلك، لأ، وارد مليون في المية إن من أول رغبة رقم 1 لحد رغبة رقم 75 فأنت لازم تحط رغباتك بتركيز. نبدأ أول خطوة. هنا عندنا اختيارين، هنا اختيار بالتخصص وهنا اختيار بالجامعات والمعاهد، بس أنا أفضل اختيار بالتخصص. الشخص اللي بنسأله النهاردة عايز كلية آداب، فاحنا نيجي هنا في التخصص، أنا الكلية اللي أنا مجموعة جايبها أو قريب منها أكتبها أول حاجة طالما أنا محتاجها. أنا مثلا ما يجيش مجموعي 70% أروح كاتب كلية ألسن، مستحيل طبعا تجيلي. أو مثلا أكتب كلية تمريض، طبعا مش هتجيلي. هو جايب 72% علم علوم، فكلية آداب بنسبة 90% إن شاء الله جاية، فاحنا نختار كلية آداب. هنا بيقول لي اختار المكان، أنا هنا مكاني في الجيزة، واختار أقرب حاجة ليا. هنا عندي هنا متقسمة ألف جروبات أهي، ألف ده أقرب حاجة ليا، بعدين ب، بعدين ج. أختار أول حاجة ليا آداب حلوان، أدوس إضافة. وهنا خلي بالك عندنا على اليمين في وقت مدته ساعة، فاحنا يعني تخلي بالك من الوقت. هنا عندي إضافة، بعد كده بنضيف اللي بعدها. أقرب حاجة ليا القاهرة، بعديها عين شمس. أنا كده خلصت أقرب 3. عندي بعد كده منطقة ب شبين الكوم، بدوس إضافة، بعدين بنها. تمام كده خلصنا جروب ب. نخش على جروب ج. عندي هنا أسوان، تمام، أضيف أسيوط، اسكندرية، الزقازيق، العريش، المنصورة، المنيا، لحد ما نخلص كل الكلية بأقاليمها. دلوقتي لحد وصلنا للرغبة رقم 24 وكلية آداب خلصت. أنا مثلا عندي هنا عايز والله، أنا هنا عندي مثلا عايز أحرك واحدة مكان واحدة، اللي فوق دول ملناش دعوة بيهم. مثلا أنا عندي هنا عايز مثلا بني سويف تبقى فوق شوية، أحركها هنا من السهم عادي. هنا بقت فوق أهي، عايز أجيبها فوق، اجيبها فوق، ماشي كمان شوية. تمام، عايز اخليها والله مثلا تحت الفيوم، وبرضه المنيا عايز اجيب المنيا فوق شوية. انا هنا بحرك اطلع وانزل من السهم اللي عندي ده. ودايما في الترتيب خلي بالك، حط بالترتيب زي ما هو الموقع جايب لك، مثلا جروب ألف بعدين جروب ب بعدين جروب ج. لو مثلا انا دلوقتي هنا جيت اسيوط خليتها عندي اول واحدة، مش هيقبل أصلًا، هيقول لي خطأ في التوزيع الجغرافي. فأنت دايمًا امشي زي ما هو مرتب. هو مثلًا هنا مقسّم جروب أ وجروب ب جروب ج، امشي على نفس الترتيب بتاعه عشان ما يبقاش في أي مشاكل. هنا كتبت حلوان، القاهرة، عين شمس، المنوفية، بنها، الفيوم، بني سويف، المنيا، كل القريبين مني. بعدين هو بقى بدأ يرتب زي ما يرتب. تمام، أنا كده خلّصت إيه، خلّصت كلية آداب، ولسه فاضل عندي، خلّصت 24 رغبة، فاضل عندي 51 رغبة. هو قال لي اكتب لي بعدها كلية زراعة. نشوف فين كلية زراعة. كلية زراعة برضو المكان زراعة القاهرة أول حاجة. تمام ماشي، ونبدأ نكمل بقى. تمام، احنا كده خلصنا لحد الرغبة رقم كام؟ 47. نكتب بعدها كلية تربية، نختار المكان حلوان. تمام، إضافة، بنضيف كل كلية بأقاليمها اللي عندنا. احنا كده خلصنا 74 رغبة، فاضل حاجة عندنا نضيف كلية تجارة. تمام، إحنا كده خلّصنا ال75 رغبة بتوعنا. تمام، أنا كده اتأكدت من رغباتي وكل حاجة تمام، عايز أكمّل أدوس الخطوة التالية. هنا برضه بيقول لك بُص بصّة تاني على الرغبات، ولو عايز تعدّل بتدوس هنا لتعديل الرغبات.
هنا عندي من رقم 1 لحد رقم 75. هنا بأكد رقم التليفون بتاعي، والرقم القومي إن وجد مش أساسي، والرقم السري اللي موجود على شهادة الثانوية العامة وده مهم جدًا. وهنا باكتب الرقم التأكيدي اللي هو مديهوني، أنا مثلًا مش شايفه والله ممكن أغيره عادي. بعدين بندوس تسجيل. هنا بيجيب لي برضه بصة أخيرة على الاستمارة، أدوس اطبع إظهار الاستمارة. وبكده نكون سجلنا الرغبات خطوة بخطوة من أول الدخول على موقع التنسيق لحد المراجعة والحفظ. لو الفيديو ساعدك اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة واكتب لي في التعليقات لو في أي مشاكل قابلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.